ازاي بياناتنا بتتسرق؟ الهاكر مش بس بيستغل نقط الضعف والثغرات الأمنية في البرامج والأنظمة، إنما كمان بيستغل نقط الضعف في البني آدمين عشان يخليهم يساعدوه في أهدافه من غير ما يعرفوا، وهي دي الهندسة الاجتماعية. الهندسة الاجتماعية هي عملية فهم الناس ودوافعهم اللي بتأثر فيهم وفي قراراتهم عن طريق رسم تصور عن شخصيتهم وتفضيلاتهم باستخدام وسائل مختلفة زي متابعتهم على منصات التواصل أو بناء علاقات افتراضية أو جمع معلومات عنهم بمختلف الطرق سواء كانت أونلاين أو من الواقع الفعلي. وليها استخدامات كتير، منها اللي بيستخدموه المعلنين علشان الترويج للسلع اللي بيبيعوها، ومنها استخدامات خطيرة زي خداع الضحية بشكل يخليه يكشف معلومات أو يحمل برامج أو يدوس على لينكات أو يبعت فلوس أو يعمل أي حاجة تخدم أهداف المهاجم. وفي استخدامات متنوعة للموضوع ده علشان تضر الضحية. من أشهر الاستخدامات دي التصيد، وهي إن المهاجم يبعت رسائل لناس كتير يألف فيها قصة أو يمثل إنه جهة شرعية زي البنك مثلا، أو حتى يمثل إنه موقع بنستخدمه ويطلب مننا مراجعة بياناتنا وياخدنا على صفحة مزيفة ياخد منها البيانات اللي هنحطها فيها. وعندنا كمان التبرير، يعني إن المهاجم يدينا مبررات مش حقيقية عشان نثق فيه وننفذ اللي يطلبه مننا، زي لما المهاجم يكلمنا ويقول إنه من الدعم الفني والمفروض نديه الباسورد عشان يقدر يساعدنا، أو إنه من خدمة عملاء البنك وهيساعدنا نحدث بيانات حسابنا البنكي ويطلب مننا بيانات الفيزا. وفي برضو الطعم، يعني إن المهاجم يستدرجنا من خلال حاجة إحنا عايزينها زي المواقع اللي بتدينا نسخ مقرصنة مجانية من برامج غالية أو بتخلينا نتفرج على أفلام ومسلسلات ببلاش. في كمان طريقة خد وهات، يعني إن المهاجم يطلب مننا معلومات في مقابل تعويض أو جايزة، زي إنه يعمل نفسه باحث وهيسألنا عن معلومات شخصية ويدينا مقابل مادي للمشاركة في البحث، أو إن موقع يعرض علينا ندخل سحب على جايزة لو جاوبنا على استبيان. طبعا في طرق تانية مبنية على الهندسة الاجتماعية، والطرق دي بتتطور كل يوم، عشان كده المفروض نكون مصحصحين دايما وناخد بالنا احنا بندوس على ايه وبندي اي بيانات ومعلومات عننا لمين. يعني مثلا ناخد بالنا اذا كان حد ما نعرفهوش بعت لنا هدية او عرض مغري جدا لدرجة مش واقعية، لان الناس مش بيمشوا يوزعوا هدايا او فلوس لناس ما يعرفوهاش. وناخد بالنا برضو لو لقينا حد نعرفه لكن بعت لنا حاجة مش متوقعة، لان في احتمال ان الشخص اللي نعرفه ده يكون متهكر ومش باعت الحاجة دي عن قصد، وفي احتمالية انه يكون مخدوع وبعتها عن قصد لكن مش عارف انها خدعة، وفي احتمال ان اللي باعت ده يكون بينتحل شخصية الحد اللي نعرفه مش اكتر. ونركز برضو لو لقينا حاجة بتحفز مشاعرنا زي مشاعر القلق او الخوف او التعاطف، زي مثلا ايميل بيطلب مننا اننا ناخد اجراء سريع وفوري عشان نحمي حسابنا والا حسابنا ده هيتحذف. وقتها بدل ما ندوس بسرعة المفروض نهدى ونتأكد الأول الإيميل ده من الموقع اللي بستخدمه فعلا ولا لأ، ولو دوست على اللينك ده هياخدني لفين، أو إن صديق يبعت لنا رسالة خاصة إننا لازم نشترك في حاجة لمساعدة الغير أو للدخول على جروب خيري أو للتصويت في حاجة مهمة وتطلب مننا كود أو تسجيل دخول. الموضوع يبان كبير وهو فعلا كبير ومنتشر، لكن الحماية منه مش معقدة ولا مستحيلة. القصة كلها في الهدوء والتركيز وعدم التسرع، وإننا نبقى فاهمين يعني إيه هندسة اجتماعية وبتحصل إزاي. لما نلاقي حاجة زي دي نعرف إنها فخ ونتجنبها. انشروا الفيديو ده في كل حتة وقولوا لأصحابكم يفكروا قبل ما يدوسوا، ونتمنى للجميع تصفح آمن وسعيد.